أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. في تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العبر والبطولات، حيث تميز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشجاعة، وهذه الشجاعة ليست من فراغ، بل نابعة من إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى وتصديق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة نضرب مثلا لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملقب بالمرقال، الصحابي الجليل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، واسمه بالكامل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن عبد مناف الزهري الشجاع، ابن أخي سعد بن أبي وقاص. قال الدولابي: لقب بالمرقال لأنه كان يركل في الحرب، أي يسرع، وهو ضرب من العدو، وكان صالحا زاهدا، وهو أخو مصعب بن عمير لأمه، أسلم يوم الفتح، وذهبت عينه يوم اليرموك، وهو الذي افتتح جلولا، فعقد له سعد لواء ووجهه، وفتح الله عليه جلولا. أسلم هاشم يوم فتح مكة، وحسن إسلامه، وانقلب من عدو لله ورسوله إلى ولي حميم لله ولرسوله ولدينه. وكذلك ينبغي أن يكون كل مسلم عاش في جاهلية المعاصي يوما ما. كان هاشم من الأبطال المعدودين، ومن شجاعته وهمته في الحرب كان يلقب بالمرقال. لقد خرج بطلنا هاشم مع عمه سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الإسلامي في بلاد الفرس لفتحها، ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهناك أبلى هاشم بلاء حسنا، وكانت أيامه بيضاء غراء. ومن أيامه الغر رضي الله عنه يوم مظلم صبات، وهو مكان بالعراق بعد بلدة نهر شير التي فتحها المسلمون. في هذا المكان تجمعت كتائب كثيرة لكسرى، كانوا يسمونها بوران، يقسمون كل يوم: لا يزول ملك فارس ما عشنا. وقد أعدوا أسدا كبيرا يقال له المقرط في طريق المسلمين. ظنوا أن المجاهدين في سبيل الله الذين يحبون الموت ويؤثرونه على الحياة مثلهم سيخافون ويفرون من أسد، ولم يعلموا أن رضاء رب العالمين والفوز بجنته ونيل كرامته هو مطلوبهم، ولم يعلموا أن الأسد حيوان مسخر مربوب، والله تعالى قادر أن يحوله عليهم كفيل أبرهة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد تقدم المسلمون فسيب الفرس الأسد، وكان هاشم في المقدمة رضي الله عنه، فتقدم بسرعة إلى الأسد فقتله، والفرس ينظرون، فكبر المسلمون تكبيرة أفزعت قلوب الفرس، واستمر هاشم في تقدمه وسرعته، ومن ورائه الفاتحون، فحمل على الفرس حملة شديدة أزالتهم عن أماكنهم، وهو يتلو قول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وتم النصر بفضل الله تعالى، وله الحمد والمنة. وفي هذا اليوم قبل سعد رضي الله عنه رأس هاشم ابن أخيه تكريما له، وقبل هاشم قدم سعد إجلالا واحتراما له، ولقب سيف هاشم من ذلك اليوم بالمنن. يذكر أن الصحابي الجليل هاشم بن عتبة قد قاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعيدهم إلى الإسلام، وقد قاتل في معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد، حيث اختاره خالد ليضمه إلى 100 من المقاتلين، وأصيبت عينه اليمنى يوم اليرموك، كما كان له دور في معركة القادسية، حيث قاد الجيش لفتح مدينة المدائن عاصمة كسرى، ومدينة بعقوبة، وباقي مدن محافظة ديال العراقية. ومن شجاعته وإقدامه استشهد في معركة صفين، وهو أحد قادة جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما يذكر أيضا أنه حين أراد أبو عبيدة بن الجراح أن يختاره على الرجالة في وقعة اليرموك، قال: أوليها إن شاء الله من لا يخاف نكوله ولا صدوده عند البأس، أوليها هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص. وحينما سألت أم المؤمنين عائشة عمن قتل من الناس في صفين، فقيل لها فيما قيل هاشم بن عتبة،
فقالت: ذاك رجل ما كادت أن تزل دابته. وفي ذكره وذكر عمار بن ياسر وعبد الله بن بديل قال الخوارزمي: كانوا فرسان العراق ومردة الحرب ورجال المعارك وحتوف الأقران وأمراء الأجناد، وقد فعلوا بأهل الشام ما بقي ذكره على ممر الأحقاب. وقال ابن عبد البر فيه: كان من الفضلاء الخيار، وكان من الأبطال البهم، فقأت عينه يوم اليرموك وشهد القادسية وأبلى فيها بلاء حسنا، وقام منه في ذلك ما لم يقم من أحد، وكان سبب الفتح على المسلمين. وقال ابن الأثير: كان من الشجعان الأبطال والفضلاء الأخيار. وذكر الذهبي أنه كان موصوفا بالشجاعة والإقدام. وكتب ابن قتيبة: كان مع علي يوم صفين، وكان من أشجع الناس. يذكر أيضا أنه قد أخرج يعقوب بن سفيان من طريق الزهري قال: قتل عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة يوم صفين، بكاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبكي عمار أيضا، ودفنهما إلى جنب بعض في الموضع الذي استشهدا فيه، وقبرهما اليوم في محافظة الرقة في سوريا. رضي الله عن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص وعن الصحابة أجمعين. شكرا لكم على حسن المتابعة. ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ثم الضغط على علامة الجرس حتى تصلك الفيديوهات الجديدة فور نشرها. متابعي قناة كل شيء، أنتم سر نجاح القناة. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.